وحسم مصير بنزيما وصفقة اتحادية مع موهبة النصر وأفضل لاعب نصراوي في أكاديميتهم. أيضا سنتكلم بهذا الفيديو عن تصريحات مهمة لفابينيو حسم فيها مصيره أيضا مع نادي الاتحاد. أيضا بدنا نتكلم عن ماريو ميتاي، في هنالك أخبار مهمة جدا تخص بمسألة بقائه أو رحيله من نادي الاتحاد. تم كشف الأمور بخصوص بقاء ماريو ميتاي مع نادي الاتحاد أو لا. أيضا سنتكلم بإذن الله تعالى بهذا الفيديو عن تواجد لاعبين اتحاديين في التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة في الدوري السعودي. أيضا بهذا الفيديو بدنا نتكلم عن تفاصيل مباراة الاتحاد المقبلة أمام نادي الضمك الصعبة جدا بكل صراحة، إضافة إلى أهميتها الكبيرة. مباراتنا أمام ضمك المقبلة لا تقل أهمية عن مباراتنا أمام الأهلي أو النصر أو الهلال لأسباب مهمة سنتكلم فيها بإذن الله تعالى بهذا الفيديو. أيضا بهذا الفيديو سنتكلم عن التشكيلة المتوقعة لمباراة الاتحاد أمام ضمك، وسنتكلم بإذن الله تعالى عن عودة محمد دومبيا بشكل رسمي إلى نادي الاتحاد. خلونا ندخل بالفيديو على السريع. لا تنسى لايكك الجميل، اشتراكك الحلو، صلاتك على سيدنا محمد فتكسب حسنة وتكسبني حسنة. وخلونا ندخل بالفيديو على السريع ونبلش بالخبر الأول. نتكلم عن كريم بنزيما ومسألة مصيره وحسم مصيره مع نادي الاتحاد. رامون بلانس عمل تصريحات مطولة مع صحيفة الماركا الإسبانية وتكلم عن هذا الأمر، وسأله الصحفي هل ستجددون لكريم بنزيما مع نادي الاتحاد ولا لا؟ قال بأن يعني كان فحو كلامه أنه الأمور تسير نحو التجديد بإذن الله تعالى. فكريم بنزيما سعيد كما قال رامون بلانس في نادي الاتحاد ويريد البقاء في نادي الاتحاد لأنه مؤمن بمشروع السعودية ومشروع تطوير الكرة السعودية ومشروع نادي الاتحاد. فالأمور تسير نحو تجديد عقد كريم بنزيما. هكذا تكلم رامون بلانس في مسألة مصير كريم بنزيما مع نادي الاتحاد. اكتب لي رأيك تحت بالتعليقات، هل هذا قرار جيد ولا مو جيد؟ بصراحة أنا أشوف كريم بنزيما كريم بنزيما عنده سلبيات في بعض المباريات، بعض المباريات كثير متخاذل فيها بكل صراحة، وبعض المباريات متوهج كالمباراة الأخيرة أمام الخلود سجل هاتريك. في مباريات ماضية تلاقي بنزيما يضيع كثير فرص ويضيع لقطات ويضيع أهداف محققة. ولكن إذا جبنا سلبيات بنزيما وإيجابياته بالفريق فأكيد راح ترجح إيجابياته. فأشوفه بصراحة قرار جيد، وكريم بنزيما بخبرته باسمه الكبير بأدائه اللي لا يزال يعني موجود على أرضية الملعب يستاهل أنه يتم التجديد له. طبعا في هنالك صحفي آخر لكن بكل صراحة مو موثوق، لذلك لا تأخذون بهذا الخبر. الجزء الثاني من الخبر اللي حاليا راح أذكره لا تأخذون بالكلام 100%. قال أنه سيتم التجديد لبنزيما حتى عام 2028. يلي حرر هذا الأمر هو نيكولا شيرا، ولكن هذا الصحفي يعني نقدر نقول نص أخباره موثوقة أو صحيحة ونص الآخر مو صحيح. لذلك التجديد كما قال رامون بلانس جاي وسيتم التجديد لكريم بنزيما، وفي هنالك توافق من إدارة الاتحاد وبنزيما على التجديد، ولكن على الأغلب راح يكون التجديد حتى عام 2028. ننتقل للخبر اللي بعده. نتكلم عن صفقة نادي الاتحاد لموهبة النصر نواف ناجي. أول شيء مشان نتكلم عن هذا اللاعب هو طبعا الصفقة الآن ما تمت، لكن راح نتكلم بتفاصيل هذا اللاعب وارتباطه بنادي الاتحاد. هذا اللاعب يعتبر من أهم وأفضل لاعب في أكاديمية نادي النصر، ويتصارع عليه الآن النصر والاتحاد والهلال والقادسية، 4 أندية من نخبة أندية الدوري السعودي. طبعا النصر بحسب صحيفة الرياضية النصر قدم له عرض تجديد ولكن تم رفضه من اللاعب. ليش؟ لأنه الاتحاد قدم له عرض مغري أقوى من عروض النصر والهلال والقادسية. أكثر عرض مغري لهذا اللاعب هو عرض نادي الاتحاد. هذا اللاعب في 14 يناير الحالي راح يتم عمره 16 عام، وهذا العمر القانوني للتوقيع لعقد احترافي مع أي نادي يريده بدون أن يرجع إلى ناديه الأم النصر، لأنه عقده راح ينتهي مع نادي النصر. فأكثر عرض مغري
مقدم لهذا اللاعب لصالح نادي الاتحاد. لاعب مهم، لاعب مهاجم، لاعب يعول عليه كانوا جمهور النصر بالأكاديمية وبالفئات السنية، فإذا جبناه راح يكون مكسب كبير لأكاديميتنا ولإنشاء الأشبال قبل أن يصبحوا نمورا إن شاء الله عندما يكبرون وعندما يصبحون رجالا. فإن شاء الله يا رب يتم ضم هاي الموهبة، والأقرب لضم هاي الموهبة هو نادي الاتحاد. نروح للخبري اللي بعده، نتكلم عن تصريحات مطولة لفابينيو، تكلم فيها عن مصيره، تكلم فيها عن عدة أشياء. خلونا نسمعها بصوتي فويس أوفر مشان يكون في هنالك تركيز أكبر مع تصريحات فابينيو. فابينيو عمل لقاء صحفي مع صحيفة الماركا الإسبانية، وكانت أبرز تصريحاته كالتالي. سأله الصحفي: عقدك يقترب من النهاية، علما أنه يا شباب عقد فابينيو ينتهي بعد 6 أشهر إن شاء الله مع نهاية هذا الموسم. رد عليه فابينيو: أنا سعيد جدا في الاتحاد ويجب أن أقيم كل شيء. أود العودة إلى أوروبا الآن أو في المستقبل. أريد تجربة أشياء جديدة. لما ألعب في إسبانيا سوى 20 دقيقة، وأود حقيقة الذهاب إلى الدوري الإسباني. الحقيقة أن لدي رغبة في العودة إلى إسبانيا منذ زمن، لكنني هادئ وسأرى ما هو الأفضل لعائلتي ولي. على ما يبدو أن فابينيو يفكر بالرحيل من نادي الاتحاد ويضع إسبانيا كأولوية له إذا أتى عرض من أحد الأندية إسبانيا. وقال أيضا فابينيو أنه راح يجلس مع وكيل أعماله ويشوف الخيارات، بعدين راح يقرر إذا يبقى مع نادي الاتحاد أو يرحل. طبعا هو لعب 20 دقيقة فقط في الدوري الأسباني. المخضرمين فقط في كرة القدم يعرف مع أي نادي لعب فابينيو 20 دقيقة في الدوري الإسباني. وراح أترك لكم هذا الجواب تحت بالتعليقات مشان نشوف المخضرمين في كرة القدم اللي يعرفون وين لعب فابينيو بالدوري الإسباني 20 دقيقة ومع أي نادي. اتكلم أيضا فابينيو وقال: هذه هي المرة الأولى التي أكمل فيها عقدا حتى نهايته، لكن هذا لا يعني أنني محترف سيء، أليس كذلك؟ ثم يضحك. وقال أيضا: دائما ما كان يأتي نادي ويشتري خدمتي، هذه المرة الأولى التي أكمل فيها عقدا حتى النهاية. لست في عجلة من أمري لحل وضعي، لكنني أعلم أنه في الأسابيع القادمة سيتعين علي مناقشة الخيارات مع وكيل أعمالي. وقال أيضا فابينيو عن تجربته مع نادي الاتحاد: إنه الموسم الثالث لي مع الاتحاد، الموسمين الماضيين مختلفين عن بعضهما. الموسم الماضي حققنا لقبي الدوري والكأس، لكن هذا الموسم بدأنا بصعوبة كبيرة بسبب تغيير المدرب، والآن نسير بديناميكية عالية مع كونسيساو مدرب نادي الاتحاد. وقال أيضا فابينيو: في الموسم الأول لي لم يكن هنالك الكثير من الفرق القوية، لكن الآن الدوري السعودي تطور كثيرا. في الموسم الماضي الفرق عززت نفسها بشكل أفضل وكانت مستعدة. الهدف أن يكون الدوري أكثر تنافسية. هاي كانت أبرز تصريحات فابينيو مع صحيفة الماركا الإسبانية. وننتقل للخبر اللي بعده، نتكلم عن مصير ميتاي مع نادي الاتحاد. فبلنس طلع بذات التصريحات اللي تكلمنا عنها مع صحيفة الماركا، اتكلم عن ميتاي وجاب خبر مهم جدا عن ميتاي، وقال انه بالشتوية يلي حاليا بلشت في هنالك عرض مقدم لميتاي من الدوري الإنجليزي ومن الدوري الإسباني. في هنالك أندية بالدوري الإنجليزي والدوري الإسباني تريد ضم ميتاي. أنا بصراحة ضد ضم ميتاي، مثل ما سمعنا قبل قليل فابينيو ممكن يروح. أيضا الاتحاد يحتاج إلى مهاجم مواليد، وبدنا نطلع سيميتش مشان نقدر نتعاقد مع مهاجم مواليد، والاتحاد يحتاج إلى مدافع محلي. فالاتحاد حاليا في ممكن 3 صفقات بالشتوية والصيفية المقبلة، لأنه ممكن فابينيو ما يروح للصيفية المقبلة. 3 صفقات لازم يعملها نادي الاتحاد، فالاتحاد هو من يحتاج لاعبين، ولا يتحمل الاتحاد أن يخسر لاعبين. بالتالي أشوف أنه ميتاي أيضا عمره صغير، اكتشاف كبير ما شاء الله لنادي الاتحاد. فأتمنى بصراحة أنه يستمر ميتاي، لأنه رح نحتاجه حتما في المباريات المقبلة، في مباريات آسيا
آسيا في المباريات البعيدة عن الدوري السعودي. ميتاي موهبة أتوقع غلط جدا التفريط فيها. اكتب لي رأيك أنت تحت بالتعليقات بخصوص هذا الأمر. نروح للخبر اللي بعده. بالتشكيلة المثالية للجولة الماضية تواجد اسمي ونجمي لاعبين نادي الاتحاد: كريم بنزيما إضافة إلى دانييلو بيريرا. كريم بنزيما تواجد بتقييم 9.3 ودانييلو بيريرا تواجد بتقييم 8.3. ما شاء الله تبارك الله، قدموا أداء كبير. دانييلو بيريرا شايل الدفاع بكل المباراة، وكريم بنزيما بالمباراة الماضية حط هاتريك على نادي الخلود. ما شاء الله تبارك الله. ننتقل للخبر اللي بعده وتفاصيل مباراة الاتحاد أمام ضمك اللي راح تكون مهمة جدا 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 لنادي الاتحاد. أول شيء نتكلم عن تفاصيل هالمباراة، أن المباراة راح تقام إن شاء الله الثلاثاء المقبل عند الساعة 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستقام على ملعب ضمك الصعب هنالك في المحالة. نعم، ملعب صعب. لازم أن نؤمن بهذا الأمر، لازم نعترف بهذا الأمر حتى نعرف إحنا وين رايحين، وإيش هو التحدي اللي راح يواجهنا، وإيش هو الدافع اللي لازم نكسر في هذا التحدي بكل صراحة. حقيقة هذا الملعب دائما ما نتعثر فيه بكل صراحة. ففي آخر 6 مباريات في ملعبهم 3 تعادل و3 هزائم لنادي الاتحاد، يعني 6 تعثرات. حتى التعادل أمام ضمك يعتبر تعثر. في ذات آخر 6 مباريات، يعني بمباريات خلينا نقول هاي الإياب في ملعبهم، بمباراة الذهاب 6 انتصارات لنادي الاتحاد. عندما يأتون إلى ملعبنا نهزمهم، ولكن في ملعبهم صعبين جدا نادي ضمك. لذلك هاي أول نقطة يجب على اللاعبين أنه يكون عندهم دافع من أجل كسر هاي العقدة، وكسر عقدة ملعب ضمك والانتصار عليهم إن شاء الله تعالى في المباراة المقبلة الثلاثاء المقبل. هاي أول نقطة وأول دافع لازم يكون عند لاعبين نادي الاتحاد. ثاني دافع هو أنه الاتحاد حاليا بالمركز السادس، يفرق عن الخامس نقطة، ويفرق عن الرابع الأهلي نقطتين، ويفرق عن الثالث التعاون 5 نقاط، ويفرق عن الثاني النصر 5 نقاط، ويفرق عن الأول الهلال 6 نقاط. وهذول الأندية اللي ينافسونا، احنا في المركز السادس، ال5 اللي فوقنا. الهلال بالجولة المقبلة سيواجه النصر، والأهلي سيواجه التعاون، مباريات كلها قوية، والقادسية سيواجه نادي الفيحاء. فهاي فرصة مهمة. إذا انتصرنا على ضمك وتعثروا كم نادي في مقدمة الترتيب فوقنا، راح احنا نقفز بالترتيب. هذا الدافع الثاني اللي لازم ننتصر فيه على نادي ضمك. لذلك مباراة جدا 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 مهمة. ونجي على التشكيلة المتوقعة اللي أتوقع الاتحاد راح يدخل فيها أمام نادي ضمك إن شاء الله الثلاثاء المقبل، ستكون كالتالي: رايكوفيتش في حراسة المرمى، شرحيلي وبيريرا في مركز قلبي الدفاع، مهند الشنقيطي الرائع ما شاء الله والمتطور بالمباريات الأخيرة في مركز الظهير اليمين، كادش في مركز الظهير اليسار، ثلاثي خط وسط فابينيو كانتي بيرجوين، ثلاثي خط هجوم روجر بنزيما إضافة إلى موسى ديابي. ما أتوقع راح يكون في هنالك تغييرات بالتشكيلة بكل صراحة، لأنه هذول الأفضل، وهذول اللي ماشي عليهم كونسيساو بالمباريات الأخيرة، وهذول أفضل الأسماء المتوقعة بكل صراحة. في خبر يقول أنه محمد دومبيا بعد ما طلع منتخب بلاده من كأس إفريقيا بعد هزيمة منتخب مالي أمام منتخب السنغال بنتيجة 1-0، الإدارة الفنية بنادي الاتحاد بالتعاون مع الإدارة الإدارية حطوا جدول لمحمد دومبيا يرجع فيه إلى نادي الاتحاد، ويتم تجهيزه ويتم إجراء عليه عمليات استشفاء وتدريبات استشفاء حتى يتم إدراج اسمه في مباراة ضمك ويشارك في مباراتنا أمام ضمك. لكن ما أتوقع بصراحة هذا الخبر صحيح. أول شيء دومبيا صار له كذا مباراة بضغط مباريات يلعب مع منتخب بلاده. ثاني شيء جاي من سفر، أكيد راح يكون تعبان. ثالث شيء ما راح يكون أكيد عنده جاهزية وجاهز لمباراة ضمك. رابع شيء إنه خط الوسط عندنا صار لهم أكثر من مباراة يقدمون أداء جميل وجيد، بيرجوين من الأمام، فابينيو كانتي من الخلف. فأتوقع هاي التوليفة راح تدخل أمام ضمك، ودومبيا ما راح يشارك ضمن ال8 أجانب أمام ضمك. ممكن في مباريات ما بعد
نادي ضمك وما بعد مباراة ضمك. بس والله هذا كان فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.